صباح الخير، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا يهم كل الناس، خصوصا الاباء والامهات الجداد اللي ربنا رزقهم او هيرزقهم بمولود ولد، اللي هم اول حاجه بيفكروا فيها حتى من قبل الولاده ان الطفل احنا هنطهره امتى وازاي. فاحنا عايزين في دقيقه دقيقتين كده نلخص بسرعه عن الموضوع، وهو الطهاره او ختان الذكور. يعني ايه طهاره؟ يعني ان احنا بنشيل جزء من الجلد الزائد اللي بيغطي العضو الذكري. طب وليه بنعملها؟ رقم واحد دينيا، المسلمين واليهود بيعملوها دينيا، والمسيحيين مصر بيعملوها كعاده. طيب في سبب طبي يا دكتور؟ والله في دراسات كتير اتعملت مقارنه ما بين الطفل اللي اتعمل له طهاره والطفل اللي ما اتعملوش طهاره، لقوا ان الطفل اللي اتعمل له طهاره اقل عرضه لحدوث التهابات مجرى البول او التهاب العضو الذكري او المشاكل الجنسيه او الامراض الجنسيه عموما. ايه اساليب الطهاره او الطرق؟ ودي اللي احنا بنسال فيه كتير. والله في الطريقه الجراحيه التقليديه اللي هي المعروفه من زمان، وفي الكي الحراري او ما يسمى بالليزر في الوسط المصري. طب هو ليه بيتسمى بالليزر في الوسط المصري؟ والله احنا عندنا ثقافه ان الجرح ما يبقاش فيه غرز او مش باين فيه غرز، بنقول ان الجرح ده جرح معمول بالليزر. خلاص، فبالتالي الكي الحراري بقى يسمى بالليزر. وفي طبعا الحلقه البلاستيكيه، ولكن الحلقه البلاستيكيه دي اما طلعت عشان تبقى حاجه سهله، مش لازم الدكتور هو اللي يعملها، ولكن برضه ستيل في منها شويه مشاكل. وفي طبعا الطهاره بالليزر الفعلي، ولكن الجهاز الليزر عموما هو مكلف جدا جدا جدا، وما يعني ما اتعملش او ما حدش اخترعه عشان نعمل حاجات زي كده، فبالتالي مش ابليكابل في الطهاره او ما حدش بيعملها. فاحنا الاشهر حاجتين هو الجراحه والكي الحراري. وهو ميزه الكي الحراري مش موضوع الغرز، هو ميزه الكي الحراري ان هو هيموستاتيك او هنقول اقل عرضه للنزيف. ايه اهم حاجه نعرفها عن الطهاره او عمليه الطهاره او الريزلت او نتيجه عمليه الطهاره؟ ان اهم حاجه ان الجلد المتبقي بعد الطهاره يكون على قد طول العضو، وهو ده اللي يهمنا احنا كجراحين اطفال واحنا بنعمل السيركمسيجن او احنا بنعمل الطهاره، ان احنا الجلد المتبقي هو يكون على قد طول العضو، لا اقل ولا ازيد، لان لو اقل هيعمل لنا مشاكل، زي مثلا ممكن يعمل لنا اعوجاج في القضيب، ممكن يعمل لنا الام او وجع في الانتصاب اما الطفل يكبر. وفي نفس الوقت حتى لو الجلد زياده برضه هيغطي راس العضو، وممكن يعمل لنا زي جيوب تجمع بقى حاجات مش نظيفه، تعمل لنا التهابات في مجرى البول، تعمل لنا اكياس دهنيه. هو ده الكونسبت، ان يكون الجلد على قد العضو الذكري. ده باختصار كده ايه هي الطهاره او ختان الذكور. ولو في عندكم اي اسئله تانية ممكن تكتبوها لنا في الكومنتات، وان شاء الله نجاوب عليكم.